ازاي تبيض الاستوديو بنفسك؟ اول خطوة تختار نوع الدهان الصح، وانا دايما بحب المط اعلى جودة عشان بيطلع انضف في التصوير من غير اي انعكاسات. وبعدها جهز المعدات، الرولة مع الغيار بتاعها وفرشة صغيرة لاي زاوية او عمود، وممكن افرول الا لو بتحب البهدلة. اول حاجة بتبدأ تخفف البستلة بالمية حسب تعليمات كل شركة، وممكن تستخدم اي عصاية، بس الاسهل تقلب بالهيلتي مع بونطة مخصصة للتقليب. والاهم من ده كله لازم تحضر الحيط بالمعجون والسكينة عشان نقفل اي اخرام، وتسيبها يوم كامل تنشف. وبالصنفرة الناعمة بتساوي الحيط سواء يدوي او كهرباء، وطبعا دي اسهل. وبعدها بتنضف الحيط كويس جدا من الاتربة، وبتتاكد انك عازل الخشب بلزق دوك، وبتفك وشوش الكهرباء كلها وتعزلها بنفس اللزق. وممكن تفرش مشمع على الارضيه عشان تسهل التنظيف بعد ما تخلص. واخر حاجه بالفرشه بتبيض الكورنرات، وبعدها بتبدا بالرولة تخلص باقي الحيط، وبين كل وش بتسيبها يوم كامل تنشف. وساعات كنت بصنفر اجزاء لو محتاجه، بس الاغلب كنت بدهن على طول. والموضوع يبان سهل، بس بياخد وقت ومجهود كبير جدا ومتعب، بس الصراحه هتحب النتيجه. وبعد ما تخلص هتبدا تغسل الرولة والفرشه كويس جدا لحد ما يكونش فيه اي لون طالع. ولو هتستخدمها تاني ممكن تبيتها في الميه وخلاص، وتنشفها قبل ما تبدا شغل.